يا صباح الحياة. الستات ربات البيوت، ايه اخبار البيوت دلوقتي؟ ايه اخبار تنفيذة رمضان؟ يعني نموت كده ولازم نهد في حيلنا. بس بصراحة بتبقى احلى هدة حيل، يعني الواحد ما كانش ينظف وينقل الحاجات كده ويغير اماكن الحاجة، ما بيحسش كده براحة نفسية. يعني فلا يعني حد الناس اللي قاعدة تقوم تشد الهمة كده وتشتغل وتنظف وتستقبل كده الشهر الكريم والبيت نضيف كده وريحته حلوة وريحته بخور. وبعدين انا عايزة اقول لكم حاجة، هو انتوا فاكرين اللي احنا بنعملوه دوت اسمه تنفيض كده وتنظيف؟ ابسولوتلي. اللي احنا بنعملوه ده بتاع العيال التوتو. انا عايزة اقول لكم ان احنا زمان لما كنا في يعني بنات في بيت ماما وكده، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها. يعني اللي احنا بنعملوه ده دلوقتي مش في 1% من اللي هي كانت بتخلينا نعمله. أدق التفاصيل، يعني شفتوا اللي بيطلعوا يتريقوا ان هو بينضفوا فوق الدواليب وتحت السراير وكده. ده العادي، ده العادي بتاعها. اللي مش عادي بقى، احنا زمان كنا عندنا لما النور بيتقطع مش بنولع شمع بقى ونستهلك شمع وايه اللي افترى ده والفلوس. فكان عندنا لمبة جاز، وبيتهيألي معظم البيوت المصرية القديمة كان عندها لمبة الجاز دي. لما النور بيتقطع بنولعوها، يعني هي بتشتغل بيبقى فيها كروسين كده اللي هو الجاز وفتلة كده وبتتولع يعني، وفيها كده ايه طربوش من الازاز. احنا في التنفيضة كنا لازم ننزل اسمها ايه نسيت اسمها. كنا لازم ننزل لمبة الجاز دي وندعكوها ونغسلوها، وكل مرة لازم حد فينا انا واخواتي البنات لازم يتعور، يعني اللي عليه الدور في غسل في تنفيضة المطبخ خصوصا. كان لازم كل يعني مناسبة بننفض فيها المطبخ لازم حد فينا يتعور. ليه بقى؟ لان احنا حضراتكم كنا بنمسك الازازة دي اللي محطوطة على لمبة الجاز ونغسلوها من جوه وندعكوها بالسلك عشان تبقى شمعة بيضة منورة، عشان حضراتكم لما النور يتقطع ونولع فيها الفتيل اللي بيبقى فيها دي تبقى كده النور ساطع كده يعني وابيض. فكنا لازم، هو ازاز اصلا خفيف مش تقيل، فلازم كنا نحشر ايدينا جوه عشان نجيب كل اللي فيها والسواد اللي بيبقى فيها. فلازم كل مرة تتكسر ونتعور. فاللي هو ايه، يعني ماما ما احنا كنا اشترينا واحدة وهي كانت ايامها رخيصة مش غالية يعني الازازة دي. ما احنا كده كده هنتعور والازازة هتتكسر. فاحنا يعني ايه، نرمي بقى القديمة ونجيب جديدة؟ لا ابدا. لازم الازازة دي تكون بتبرق. مش كده بس، لا، ده لازم كل الحلل الألمونيوم. وزمان ولا كان في جرانيت بقى ولا ستانلس ولا تيفال، لا لا لا، الحلل الألمونيوم الأصيلة دي لازم، حتى هي نظيفة، هي اوريدي نظيفة محطوطة في دولاب المطبخ، بس لازم في التنفيضة تنزل كلها وتدعك من أول وجديد. وعودوا بقى مرشوا سلك مواعين وايه ولحد برضو ما تكون بتبرق. نكتفي بهذا القدر ابدا. كان في بقى بابور الجاز، وده كان بالنسبة لماما يعني ايديها ورجليها، لان هي ربنا يديها الصحة كانت بتشوي عليه السمك وكانت بتحط عليه حلة الخبيز تخبز لنا عليه العيش. والله يعني وانا بتكلم حنيت قوي للايام دي. فبابور الجاز ده كان نحاس، فلازم برضو منطقة النحاس دي يدعك بالسلك كده. ولازم بقى ايه الشروط؟ ان السلكة تبقى ناشفة مش مبلولة، عشان النحاس يبرق وما يعني ايه المية، لا المية تبوظه. فالسلك على الناشف كده وندعكه لحد ما يبقى بيبرق. ف فدي كانت بقى ايه، يعني لو ما عملناش كل التفاصيل دي يبقى احنا كده لا، انتوا كده معفنين ومش هتعرفوا تفتحوا بيوت يعني على لسان ماما.
كل سنة وانتم طيبين. ما تكسلوش، قوموا نظفوا وشغلوا القرآن واستقبلوا الشهر الكريم كده وانتوا نفسكم يعني ايه مرتاحة. ربنا يعيد علينا الأيام دايما يا رب بالخير يا رب، ويجعلها عادة يا رب أبدا ما تتقطع.